وصفة اليوم كنافة، بس هالمرة كنافة مدلوقة. عملت لكم وصفة الكنافة المدلوقة بطريقة كتير سهلة كتير طيبة ورح تعجبكم. حضرت لكم إياها بطريقتين تقديم، ممكن تقدموها بهذا الشكل أو ميني بايتس. أول شيء عندنا عجينة الكنافة فرمتها بالفود بروسيسور، أو طبعا فيكم تعملوها بالمقص أو بإيدكم. بعدين ضفت عليها السمنة أو الزبدة وبتفركوها كتير منيح مثل هيك لحتى تتغلغل السمنة جوا العجينة. بطنجرة ما بتلسق على نار متوسطة ضفت العجينة وضلتني أقلب فيها مثل هيك بمعلقة خشب لحتى تاخد عنا اللون الأشقر. أنا بحبها تكون شوي غامقة، انتو فيكم تعملوها للدرجة اللي انتو بتفضلوها. ضفت القطر بالتدريج وضلتني أقلب مثل هيك لحتى صارت عنا عجينة متماسكة. ضفت ماء الزهر وخلطتهم مع بعض. بعدين نقلت العجينة على صحن لحتى تبرد، وبعدين عجنتها مع شوية مي. أنا ما بحب كتير أعجنها لحتى تضلها قرشة الكنافة موجودة فيها. بصحن التقديم ضفت شوية سمنة أو زبدة وفردت العجينة عليها مثل هيك، أو مثل ما قلت لكم ممكن تعملوها بقوالب الميني كاب كيكس أو الميني تشيز كيك. عنا القشطة اللي حضرناها من قبل منضيفها على الوجه، وآخر شي منزين بالمكسرات وشوية قطر وعلى التقديم فورا. وصحتين وألف هنا.